طبعا يا جدعان زي ما شفتوا في الفيديو اللي فات، من المفترض ان انا ركبت الجيت سكي وجيت من عند الفيلا هناك في الطرف الثاني. طبعا سبت العيال كلها هناك، انا حابسهم هناك في الفيلا، ورحت راخد عوامتي واخد الجيت سكي، وزي ما شفتوا فلاش باك رحت متحرك من عند الفيلا وسبتهم مش فاهمين اي حاجه. طبعا من المفترض لان الناحيه الثانيه غير ممهده لنزول البحر، يعني مش رمله، مش البحر بتاعنا اللي هو رمله، لا ده صخور اللي هو لو نزلت رجلك تتعور. فالرمله بقى الناحيه الثانيه من الفيلا اللي هي هنا، يعني اول لما حد منهم هيبقى عايز ينزل البحر لازم هيجي الناحيه دي. طبعا من المفترض بقى ان الناحيه دي زي ما انتم شايفين. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ افجر مرشي في المجره اللي بيجي مع شاور شوب دوت كوم، افجر مرشي في المجره على اليخت بتاع عمر شاور. طبعا بهزر، ده مش اليخت بتاعي، بس ان شاء الله يوما ما من الايام يكون عندي يخت زي ده. افجر مرشي في المجره لازم نلبسه عشان احنا عاملين عروض الفتره اللي جايه دي. طب ايه هي العروض يا شاوريتو؟ اي حد هيطلب التيشيرت من القاهره او من طنطا الشحن ببلاش، يعني هتدفع بس ثمن التيشيرت، مش هتدفع ثمن التوصيل. واعمل حسابك ان انا الفتره اللي جايه ممكن تلاقيني انا اللي جاي اوصل لك التيشيرت، لاني هختار حوالي مثلا 20 30 تيشيرت انا اللي هوصلهم بنفسي. جهزوا طبعا بقى، تعالوا ارجع لكم تاني لموضوعنا اليخوت. زي ما كنت بقول لكم ان شاء الله باذن الله يكون عندي يخت زي قرب يبدا اليخت اللي هو ان شاء الله ممكن يبقى زي بتاعي كده، قرب عليه من جوه كده ان شاء الله. يعني اتمنى كل اخوات عمر شاوريتو اللي بيحبوا عمر شاوريتو يدعوا له تحت في الكومنتات، يقولوا يا رب يا شاوريتو يوما ما نشوفك راكب يخت زي ده باذن الله يكون بتاعك ان شاء الله باذن الله. يعني انا مؤمن ان يوما ما يكون عندي اليخت بتاعي. بص طبعا هنا يخت اليمادي كمان، واللهم صل على النبي، ايه الحلاوه والشاي. لا تعالى ارجع من هنا وهاتوا من وشه، هاتوا من وشه عشان هقول لكم دلوقتي انا فين. إيه طبعا اكيد انتوا بتتساءلوا هو انت شاوريتو فين؟ ايه المكان الطرش اللي انت فيه ده؟ عايز اقول لكم ان انا في شركه الخواجه للالعاب المائيه والدلع اللي بيحصل في البحر. يعني لو انتوا جيتوا الساحل خصيصا وما جربتوش الالعاب المائيه بتاعت الخواجه، عنده بقى ايه البنانه، وعنده جيت سكيهات، وعنده يخوت، وعنده مراكب، وعنده اي حاجه تتخيلوها بتتلعب في الميه. احنا لما بنيجي هنا عموما ما بناخدش جيت سكي الا من عند الخواجه. طبعا اكمل لكم بقى الكلام. بصوا زي ما انتم شايفين هنا ده برضه يخت ان شاء الله لما يبقى بتاعي باذن الله، واحد زي ده كده ان شاء الله اكتب عليه بقى ايه، نكتب هنا شاوريتو او شاورجيه، هسميه هنا من هنا شاورجيه، والناحيه الثانيه احط لوجو سيمبا ان شاء الله في بتاعي يعني ان شاء الله. ده طبعا يخت متواضع شويه، يعني شويه في قاعده هنا رومانتيكيه وقاعده حلوه الناحيه الثانيه، بس عايز ابص عليه من جوه. يعني حلو. بص بقى اللي فيه الخشب ده، بصوا يا جدعان، في شويه يخوت هنا ومراكب بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لاصحابها فيها. مش عايز ابقى بحسب بس بصوا ده لسه كمان ده في بارتيتي جيت سكيهات بره. بص من جوه عامل ازاي، اللهم صل على النبي. يعني مش عايز ابقى بحسب بس عشان انا يعني الحاجات دي ممكن الواحد يحسد من غير غصب عنه. اهم حاجه لما نيجي نشوف حاجه حلوه نقول بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه بصوا الصغنون ده برضه صغنون بس كيوت. فدلوقتي من المفترض هعمل للعيال، المفروض ان انا هعمل لهم دلوقتي كمين بره على الشط واستناهم، لان هم ايه يعني المفروض ان هم طبيعي هيبقوا عايزين ينزلوا البحر، جايين الساحل فكده عايزين ينزلوا البحر لان الفيلا ما فيهاش بسين لسه. فاول لما يجوا هنا البحر انا قاعد مستنيهم ومتربص لهم ومجهز الاسلحه بتاعتي. هنقلع بقى العوامه المشنششه دي والتيشيرت، طبعا مش مشنشش، هنقلع التيشيرت عشان بس نلبس اللايف جاكيت، لان مش عايز التيشيرت ينزل المايه المالحه. هو ضد المايه وضد النار، بس يعني ايه احنا لازم برضه ايه نخليه عشان ما يتبهدلش. يعني نلبس بقى اللايف جاكيت عشان ايه العيال اصلا عمالين يكلموني في التليفون قبل ما يجوا وعايزين ننزل البحر وعايزين ننزل الميه. انا هخليكم تنزلوا الميه، اتقالوا عليا، بس انا قاعد مستعد لهم، اظبط الكمين يلبس ده ايه كده اهو زي ما انتم شايفين كده اللايف جاكيت العسل. يا ويلو اللي هيقع في ايدي النهارده منه الرشاش نفس لون الجيت، بس عشان ايه نظبط الكلام كده مطقم كده المايو مع الجيت مع الرشاش، نملى بس الرشاش عشان ايه انا هعمل الحته دي الخطه النهارده ما تخرش الميه. عايز بس اقول لكم على حاجه مهمه قوي، انا عامل لكم عرض، اي حد من الشاورجيه هيجي الساحل الشمالي عايز يجرب يلعب الحاجات المائيه بمناسبه ظهور شنوده الخواجه معانا في الفيديو النهارده. اي حد هيجي لي تبع شاور او يقول لي تبع عمر شاور او الشاورجيه هيبقى ليه خصم 10% عن اي لعبه هيركبها، سواء جيت سكي او بنانا بوت او ديسك بوت او الاكس او، اي لعبه، وسواء الرحلات باللانش الجيت بوت الووتر سكي، اي لعبه هيبقى لي خصم 10% عشان جاي تبع شاور. خصم معمول للشاورجيه بس. عم شنوده اول ما عرف قال لي اي حد هيجي من تبعك هيتعمل له خصم محترم. اي حد هيجي بس يجي يقول لي تثبت ان انت تبع شاور بس، ماليش دعوه بالباقي. حتى لو مستر شنوده مش موجود، اي حد هيبقى موجود هنا تبع شركه الخواجه يجي يقول بس انا جاي تبع عمر شاور. لو مش هنا بس، الساحل كله انا معاك، في مطروح اي حته انا معاك ما تقلقوش. يعني اهم حاجه تجي لي بس تقول لي تبع شاور. شركه الخواجه موجود فروع ليها في كل البحار اللي موجوده في مصر. تعالوا بقى اقول لكم على فكره الاسواع اللي انا هلسوعها لهم لما يجوا. بس اهم حاجه بس عايز اقول لكم عشان في ناس ممكن تسالني تقول لي شاور هو مكان الجيتات واليخوت دي فين؟ في مارينا 3 شاطئ النخيل عند نقطه 12. بس ما حدش يفكر ان انا ما قلتلكوش العنوان عشان ما حدش يجي. انا عايزكم كلكم تيجوا وتستمتعوا بالعرض. تعالوا بقى اقول لكم على الخطه اللي انا هعملها في العيال، بس عايز اعملها بس على اليخت التوب اللي جنبي ده ده كمان ده نسيت اقول لكم، ده لون ناصر طلع متفق معاهم في الفيديو اللي فات بعد ما انا جريت باللانش لقيته مصور لي العصابه، قال لي يعني انا مش هفهم ان انت معاهم ناصر. طبعا انا مش معايا ناصر، انا معايا المن العسل
الفل. ماشي عشان ايه ناصر كده يعتبر من الاخصام. انا طبعا زي ما هم بيقلبوا عليا انا مخلي فيه في وسطهم جاسوس. الجاسوس اللي في وسطهم ده هيعمل ايه؟ هيعرفني، هيقعد يقول لهم ايه يلا يا جدعان نروح البحر، يلا يا جدعان عشان البحر النهارده جامد. هم طبعا انا واخد من واحد منهم مكنه واخد من واحد منهم عربيه، فيقعد يقول لهم ايه تعالوا بقى نروح البحر. فانا هسيب لهم العوامات مقفوله، لو حد فتحها تبقى مامته داعيه عليه وجاي يستلقى وعده وهيجي يقع في الفخ. بصوا ده المفروض ان انا جايب رشاش بازوكا مش عارف ايه كل ده، كنت مجربه ايه في الفيديو معاكم، سايبه هنا الاسلحه بتاعتي هنا معمر بس كده ايه. بس ده المفروض ان ده رشاش بيشتغل بضغط الميه، شوفوا المدى بتاعه قوي ولا لا. بس زي ما انتم شايفين ده كده ايه بتضغط ميه، بتعمل ضغط ميه، بتعمل ضغط ميه. عايزين بس نشوف بس قوه الميه بقى نجربها في الميه. هو مش قوي قوي، تحس ان حد يعني بيعمل زي بيكون بيعمل بيبي، بس هو يعني حلو معقول ان هو بس ايه نغرق بيه حد يعني نرازي بيه حد. احنا دلوقتي بقى هبتدي ارن على الجاسوس اقول له اغريهم. هو الجاسوس من الفيلا حد منهم، حاولوا كده تعرفوا يعني خمنوا في الكومنتات مين اللي هيكون متواطئ معايا. انا مش عايز اقول هو مين عشان هم لو اتفرجوا على الفيديو هيعرفوا مين الشخص ده. فانا هرن عليه دلوقتي اقول له اقنعهم يجوا البحر وهاتهم لي وانا مستخبي مستنيهم. بصوا يا جدعان الجيت صب في صب عشان بس لو عايز تسمع عصام صاصه ولا عايز تسمع حاجه وانت في قلب البحر. بصوا دي الشياكه والحلاوه. هننزل دلوقتي هنجيب واحد وننزل، بس عايز اكلم الجاسوس اللي وسطيهم. الو بقول لك ايه الزباين عندك موجودين يا باشا. طيب انا عايزك دلوقتي تتفق معاهم تطلعهم على البحر وتجيبهم لي البحر اللي قدام الفيلا. ما قلقين قلعين كلهم؟ لو مش قلقين هنلاقيهم لك دلوقتي واقولهم لك على البحر حاله. طيب قلعهم وهاتهم وتعالى معاهم. خلصونا يا باشا. يلا مستنيكم. مع السلامه. سلام. دلوقتي هننزل الجيت ونطلع الحبل ونستناهم يجوا. طبعا المفروض دلوقتي انا وشنودة في قلب البحر. المفترض ان احنا هنختفي من على الشط دلوقتي لحد ما العيال يجوا. المفروض طبعا احنا ما يبقاش لينا اي اثر على الشط. انا كنت هستخبى على الشط بس قلت بدل ما نبقى على الشط نبقى في الميه احسن عشان يبقى 100% ما حدش يشوفنا. دلوقتي يلا بينا احنا هننطلق. دلوقتي يا جدعان من المفترض ان في واحد بيصورهم لحظه بلحظه على الشط، بس قاعد بعيد عنهم ومستخبي. المفروض ان هو دلوقتي بلغني ان هم وصلوا. طبعا احنا دلوقتي في الميه بس بعيد عنهم جامد، وهم على الشط، الشط بعيد عننا جامد. جينا البحر من غير الاسم. فاحنا نستنى الدنيا تهدى عشان انا عايز اخطف واحد منهم كده زي التماسيح لما بتطلع تخطف غزاله من وسط القطيع. فاحنا دلوقتي نسيبهم، هم بيقول لي عمالين يستمتعوا ومبسوطين قوي ان انا مش معاهم. يلا يا عم بقى تعالى بقى ننزل الميه اخلص. يا اسطى بقول لك ايه حلك يا اسطى، انت مش طالبك ولا انت وفي يا ابني انت شوف الميه شكلها عامل ازاي، ده بسين يا ابني، ده مش بحر ده بسين. البس جاكيت تاني من دوت. ليه ماله ده؟ ده فس عجرة دي. طب براحتك يا عم انا هنزل، بس لو ما جيتش ورايا هزعل والله. ما تقعدش تريح بقى، تعالى ورايا يا اسطى، تعالى ورايا يا اسطى. فاحنا دلوقتي هنفضل قاعدين زي ما احنا كده في الميه وهم على راحتهم خالص بره. هلسوا وفرفشوا ونعنشوا. بس هصطاد واحد فيكم، بس الوقت المناسب اطلع اقفش واحد فيكم اموته. والله الشيخ احنا اللي كنا هنبقى في الميه. انا عايز العب بس بيك اجيب الضرب من بره يضربك. ولا الميه جامده يالا طرش والله العظيم. تايل برجليك يا اسطى. يا برنس واقف برجليك بس انا مش نازل. امال هتعمل ايه؟ واقف. اقعد العب هنا شويه. في طول يا شوقي عندك؟ انا اهو. امال انا كده عايم، ما انا كده واقف. اجيب لك عصير يا شوقي. شوقي اجيب لك عصير. انت عصير مانجا. انا رايح اجيب عصير. اجيب لك. بقول لك يا حبيبي تعرف تشرب طعميه؟ تعرف تشرب انت؟ اجيب لك يا ابني. اجيب لك واحد ولا لا؟ يا اسطى انا عايز واحد عصير مانجا. ليه كده يا اسطى؟ انا بوصل العوامه بتاعتي تاني يا اسطى. مش لاقي حاجه احدفك بقى. احدفك بالكرسي؟ يا يوسف لا يا عم ما بحبش البرتقال لي مانجا يا عم. تعالى انت هاته بقى عشان مش لاقي. انا جاي لك اهو، استنى نلف بس البربور ده هنزله جاي. انا
يابا هاخد عوامتي وانزل انا يابا. يا ديشا انت جيت منين يا عمر؟ يا ديشا يا اسطى حد امك بره. لا خليك بس حاسب لا تقع عشان هنا دي منطقه خطر. تعالى هقربك مني. تعالى هقربك ما تخافش. تعالى خليك قاعد على العوامه ما تسيبش العوامه خليك قاعد عليها. ايوه خليك عشان ما تغرقش هنا. حد امك عمر خدني معاك عمر. تعالى اركبك معانا الجيت. تعالى يا اسطى انت مش سايب ليه الحبل يا اسطى؟ تستخدم الشغل يا ابني استنى عشان هو في ايدي مكلكع. هو انت جيت منين اصلا يا عمر؟ استنى انت بقى قاعد جاي بتبلبط صيف. عمر كنت لسه. طب تعالى يا حبيبي. انت ايه عايز تبلبط؟ ما انا جاي الساحل عشان اعمل ايه؟ انا ماشي. طب يلا بينا شنوده واحده سريعه بقى. شنوده واحده سريعه شويه. هاتوا مرمطوا شويه. يا عم يلا شنوده واحده كده. واحده سريعه سيكه. ويا ساتر انت في ايه يا استاذ؟ يلا وعاد امك يا عمر وغلط عم خالد يا عمر. ما تخافش انا ماسكك. تعالى تعالى ما تخافش. تعالى يا عسكرينو ما تخافش انا هفسحك. تعالى يلا بينا. لا استنى ده كده هقع معاه. استنى خلاص. تعالى يا عم. تعالى خلاص ما تخافش. تعالى هشدك يا عم خلاص صعبت عليا. تعالى يا عم خلاص هشدك. تعالى بص انزل من على العوامه وانا اشدك. انزل من على العوامه. ايوه ما تخافش. طب يلا انزل. انزل بقى من عليها. ايوه جدع. بص اطلع بقى بينا. يلا بينا. طب بقى بينا بسرعه امشي سيبه. امك عمر خد معاك. يلا سلام. بتزرعهم. طبعا يا جدعان خدناه جوه فسحناه. العسكريتش شنوده طرف فينا في ثانيه جوه. جبنا العوامه اهم حاجه. وقف بقى ايه دلوقتي؟ جه دور الرشاش. هنجيب الرشاش ونستناه اول ما يطلع نديله على عينه. دلوقتي بقى نجيب الرشاش ونستناه وهو طالع. الرشاش بتاع مين اللي بيضرب 5 مخارج؟ ايه ده عسكرينو؟ انت جيت؟ عسكرينو حبيبي اللي معاه مكان الريس والعز بان عليه. تعالى. هو عمل الشغل ابن العم اللي انت بتعمله ده يا عم انت. تعالى لي بس انا عمال اسخن لك في الرشاش بقى ربع ساعه. يا عمر انت عبيط اصلا. انت بتسيبني في نص البحر يا اسطى وتمشي. فين الشنطه اللي كانت في اوضتي؟ فين شنطتي يا عم؟ وانت حيلتك فلوس اصلا ولا يا عم؟
الرشاش بتاعي. لا عسكريت عسكريت الرشاش يالا. انا هوديك اعماق البحار عوم. الكاميرا في جيبي، الكاميرا يا نهار اسود، الكاميرا في جيبي يا نهار اسود يا ابني، الكاميرا الكاميرا انا في جيبي، الكاميرا مش حلو. وحات امك كاميرتك ايه يا ابني؟ بوش كاميرتك ايه يابا؟ ابني براحتك والله ما احبها اهي. استنى عليا يا عسكر الكلب. انا مش هدخلك المايه خلاص. انا هجهز بس الاسلحه بتاعتي التقيله وهاجي لك تاني، وقول لي الكلاب اللي معاك شاور مش هيرحمكوا كلب كلب. انا مش هطلعك من على الشط ده، اقلب بقى من ورا. انا هوريك يا عسكر الكلب. وانت كاميرتك اللي فرحان بيها ايه؟ انا هوريك. اهي اقلب يابا كاميرتك. اقفل الكاميرا دي يابا.